شنو قصة يوسف سنيكس اللي انشاط فيه كراهية أمس في مهرجان العيون، وشنو السبب؟ يوسف الملقب بسنيكس معروف بمحتواه السياحي، وكذلك يعتبر مصور وقد صور ياسر من الأغاني. المهم في مهرجان العيون، وبالتحديد الليلة الأولى من انطلاقة المهرجان، انتشر على نطاق واسع فيديو يوسف وهو يتقلب من الألم بعد منين زرق فيه واحد من بوجي جاردات، والله اللي هم كراه. والسبب اللي خلى الورات يزرق فيه كراه هو على انه بسبب كثرة الفوضى وكثرة الخلق اللي فهم، شك على انه واحد من الناس اللي قايمين بذيك الفوضى، وهذا هو التبرير اللي قال. غير عندي انا سؤال فهم نبغى نعاقب عليه شوي، لماذا تشك انه واحد من الناس وهو عنده باج داير عليه؟ والله زاد ذيك البطاقه التعريفيه واللي ما هي عند الناس كامله، عند الله الخلق اللي مدعو للمهرجان والله الصحافه، وذي باج هي اللي تميزه عن باقي الناس. والله انت لا طعنك كمخلوق مولانا وجيت خبطت فيه كراه لوجه الله الى عاد الصدى يكسر روايه اخرى. واللي زين واللي لافت للانتباه هو اللفته الجميله اللي عدل واللي غويزي بانه قاس الشباب اللي عدل لهم ذا واعتذر لهم شخصيا، وهذا التصرف يعتبر تصرف زين بالاعتذار من شيء من الرجال. هذا السؤال لك عزيزي المتابع، يا لو كنت انت بليو الشباب وعدل لك ذا لا يتعدل؟ اكتب لنا اجابتك تحت في التعليقات، وفي الاخير لا تنسى تصلي على النبي، وهذا نعود عرفنا على انه